بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى الابد امين. كل سنه والاباء وكل سنه وحضراتكم بخير وبركه بمناسبه صوم يونان. اجمل ما يميز صوم يونان ان هو بيذكرنا بتوبتنا وحتميه التوبه، ويدينا الكنيسه الصوم دوت قصة يونان. وحلو ان احنا حتى في بيوتنا كل واحد يطلع السفر بتاع يونان ده عبارة عن كم اصحاح؟ 4 اصحاحات، يعني مش كتير، يعني الواحد يقراهم كده في 10 دقايق ولا ربع ساعة ويتذكر قصة يونان وياخد منها منفعة روحية لحياته. اجمل ما في قصة يونان طبعا ان الكنيسة بتحطها لنا قبل الصوم الكبير، لان يونان كان آية ورمز للمسيح. شوفوا كده، يونان وان كان قال كده لما اضطر وهو كان في السفينة قال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم. يعني بموت يونان صار نجاة لأهل السفينة، وبموت المسيح صار خلاصا ونجاة مش لأهل السفينة بس، ومش للأمم بس، ومش لليهود بس، للعالم كله. فيونان كان رمز للمسيح، وإن كان يونان يعني عمل كده باستسلام وحزن، خذوني واطرحوني، لكن احنا نؤمن ان المسيح أسلم نفسه بإرادته وسلطانه، وقال كده لي نفس لي سلطان أن أضعها، ولي نفس ولي سلطان أن أخذها أيضا. الحاجة الثانية أن يونان كان رمز للمسيح، أن هو قعد في جوف الحوت كده، بيقول كده أما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. ونجي نلاقي الإنجيل اللي اتقرأ علينا النهاردة من متى 12 يقول أن المسيح برضه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. رمز لقبره اللي هو قعده بعد صلبه 3 أيام. الجميل بقى في شعب نينوى اللي احنا نتعلم منهم توبتهم العظيمة. ربنا قال على نينوى المدينة العظيمة، وإن كانت في الأول كانت مدينة شريرة. لما دعا يونان قال له روح إلى نينوى المدينة العظيمة، مع أن كانت ساعتها هي مدينة مش عظيمة، هي مدينة بعيدة عن ربنا وحياتهم بعيدة خالص وشريرة، درجة أن شرهم صعد قدام ربنا. ولو ما كانوش تابوا وقدموا توبة كان مصيرهم وكان ممكن يكون زي مصير سدوم وعمورة، لأن يونان راح قال لهم بعد 40 يوم ستنقلب المدينة. لكن الحلو اللي فيهم إن هم كانوا مدينة عظيمة فعلا في توبتهم، في رجوعهم لربنا. كانت توبتهم عظيمة، وكانت مدينة عظيمة في توبتهم اللي هي صارت مثل لينا، وكل سنة تقدم لنا الكنيسة المثل الحلو ده في توبتهم. يقول فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم. لما ابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى بعد 40 يوم تنقلب نينوى، آمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم وصدقوا كلام يونان، زي ما قال كده المسيح إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، وكررها بعدها تاني. فآمن أهل نينوى ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. الجميل كمان في الملك ممكن يكون معتز بكبرياء وبالمجد الملكي بتاعه وتلاقي صعب ان واحد كبير يعتذر، صعب ان واحد كبير مثلا يقدم توبة او يبقى معتز بنفسه. لكن الملك الجميل دوت بتاع نينوى
برضه كان إنسان حلو. يقول لما بلغ الأمر ملك نينوى قام من على كرسيه وخلع رداءه عنه. كرسي بتاع العرش، لا أنا مش عايز أقعد على الكرسي ده، مش عايز المجد بتاع كرسي العرش. وخلع رداء عنه، الرداء بتاع الملك الجميل والمذهب والمطرز برضه رماه. وتغطى بمصح، يعني شوية كده إيه جريد ولا حاجة يعني شكلها لما يشوفوا الملك يقولوا إيه الملك الكحيان ده. لكن هو كان بيتخشع قدام ربنا وبيستدر مراحم ربنا. وجلس على إيه؟ على الرماد. طب ليه الرماد؟ ليه ما قالش مثلا ليه ما جلس على التراب أو على الرملة؟ الرماد ده نتيجة حرق ذبيحة حيوانية. لما كان عهد القديم كانوا يقدموا ذبائح زي ذبائح المحرقة، كانوا تتحرق وتتحول هذه الذبيحة مع الوقت إلى رماد. فجلس حتى على الرماد، يعني أن هو كده يعني بيحتمي بالذبيحة، إشارة إن إحنا كلنا بنحتمي بذبيحة الصليب اللي بيها خلصنا. ونودي في نينوى عن أمر الملك وعظمائه لا تذق الناس. ده هيصوموا بقى. طب هم هيصوموا لوحدهم؟ لا، ده كمان ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا. كل ده يستدر مراحم ربنا. هي البهائم والبقر والغنم ما عملتش حاجة، بس كل ده عشان يقولوا يا رب ارحمنا. ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم لا تذوق شيئا ولا ترعى ولا تشرب به، ولا حتى المية مش هيدوها لها، والناس كذلك. وليتغطى بمسوح الناس والبهائم. هم لبسوا مسوح وحطوا على البهائم بتاعتهم برضو مسوح، وفضلوا يصرخوا لربنا ويصرخوا إلى الله بشدة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم. هي دي معنى التوبة. التوبة كلمة توبة في اليوناني يعني مطانية. عشان كده احنا لما بنسمي السجدة دي اللي احنا بنسجدها لربنا بنسميها مطانية. ميتانوس اللي هو تغيير الفكر. وفي العبري بتيجي معنى التوبة معنى تغيير الطريق. يعني زي ما يكون واحد مثلا ماشي في سكة بعد كده يعمل يوترن ويرجع تاني ايه يلف ويرجع تاني. زي ما يكون واحد ماشي بعيد في سكة في طريق بعيد عن ربنا. أول حاجة يحتاج إن هو يغير فكره. دي المطانية دي في معناها في اليوناني تغيير الفكر. أنا هفضل كده لإمتى قاعد في الشر وفي الخطية؟ أحيانا كده نشوف ناس يقدموا فعلا توبة من قلبهم ومن كيانهم. واحد يزهق من الخطية ومن الشر اللي هو عايش فيه، يقول أنا هفضل كده لغاية إمتى بالحال دوت؟ أنا تعب نفسي وتعب أسرتي وتعب كل اللي بيتعاملوا معاه. ويقدم فعلا بتوبة حقيقية، فكره يتغير. دي المطانية. ونتيجة تغيير الفكر يغير سلوكه، يغير طريقه. بعد ما كان ماشي كده بعيد عن ربنا وعمال يبعد يعمل يوتن ويلف ويرجع ويرجع تاني. ما أجمل التوبة التي تجعل الزناه بتوليين، تحول الزناه إلى بتوليين. رجع ربنا عن حموه وغضبه. هم قالوا كده لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حموه وغضبه فلا نهلك. فلما رأى الله أعمالهم إنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. طبعا ربنا فرح بتوبتهم، فرح. الغريب ان يونان نفسه ما فرحش بتوبته. شوفوا بقى قساوة القلب الإنسان، قساوة القلب البشري. ربنا يفرح بنجاتنا وبخلاصنا. يونان زعل. ليه زعل؟ نتيجة تعصبه اليهودي. هو كان نبي يهودي
واليهود كانوا ما يحبوش الأمم، وكانوا يوصفوهم بأوصاف صعبة، وكانوا يعتبروا نفسهم هم شعب الله، وباقي الشعوب دي كلها دي شعوب فاسدة وبتعبد الوثنية وهلكة وبعيدة عن خلاصهم. لكن ربنا كان بينظر ان كل الأمم دي ومنها مصر اللي احنا منها هيجي وقت وترجع لربنا وتعرف المسيح وتخش في الإيمان. لما دخلنا مريمورقس وعرفنا الإيمان رجعت مصر، كانت من الأمم، وكان الرب له قلب حنين يحنو على كل الشعوب، عايزها ترجع لحضنه زي شعب اليهود. لكن يونان بفكره المتعصب مش عايز الشعوب دي تعرف ربنا، عايزها تهلك، عايز هو يبقى شعب الله الوحيد إلى آخره. فلما زعل ان المدينة دي نالت نجاة، قال صلى إلى الرب وقال يا رب أليس هذا كلام إذ كنت بعد في أرضي، لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت إنك إله رؤوف ورحيم. طب ودي حاجة زعلك يا يونان؟ أنت تزعل أن ربنا يرحم ويخلص الشعب ده كان كام ألف؟ نقرأ كده أن هو كام 12 ربوة من الناس، والربلة عبارة عن 10,000، يبقى 12 في 10,000 ب120,000. يقول كده 120,000 الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. تزعل ان ربنا يخلص وينجي كل الشعب ده يا يونان؟ ولا انت مجرد بتعصبك اليهودي ده عايز الناس دي كلها تهلك؟ لأني علمت إنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم عن الشر. بعد شوية كمان لما ربنا يبس له اليقطينة اللي كانت بتصلي عليه زعل يونان، قال له أنت أشركت على اليقطينة الشجرة الصغيرة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، يا دوبك دي طلعت امبارح بأمر مني ان هي عشان بس كده تظلل عليك ترفه عنك شوية، تطلعك من الغم اللي انت فيه، وانا اللي خليتها تيبس عشان تحس بشفقتي انا على الخليقة كلها. افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة. وكرر كلمة المدينة العظيمة دي ربنا يمكن لثالث مرة في هذا السفر، التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من إيه؟ من شمالهم. يورينا السفر ده قد إيه قلب ربنا الحلو، ويورينا قد إيه قساوة الإنسان، مع إن إحنا المفروض نكون رحومين. يقول كده طوبى للرحمة لأنهم يرحمون. أحيانا حد يقراها يرحمون، لا هم يرحمون. هم بيقدموا، اللي بيقدم رحمة هو هيلاقي رحمة. كونوا رحماء في موضع تاني قال كونوا رحماء كما إن أبوكم إيه؟ رحيم. إحنا اللي دقنا الرحمة من ربنا، وكل يوم بندوق الرحمة من ربنا. علينا إن إحنا نكون رحماء على الآخرين. ليه دقنا الرحمة؟ كل إنسان عارف خطاياه وعارف نقائصه وعارف أسامه، وكل يوم الواحد بيغلط، وكل يوم يجي القداس يصلي قدام ربنا ويقول له يا رب كرحمتك وليس ايه كخطايانا. المزمور اللي اتقرأ علينا النهارده في القداس يقول ان كنت للآثام راصدا يا رب. احنا بنقول له يا رب كرحمتك، لكن ما نقدرش نقول له كعدلك. لو عدل ربنا احنا ما نستحقش. ربنا قدم لنا برحمته العادلة الخلاص، زي ما قال لنا مثلث رحمات البابا شنودة، رحمة الله عادلة وعدله رحيم. هو بعدله قدم الترضية واستوفى العدل الإلهي حقه، واحنا قدامنا احنا قدمنا رحمته، غفر لنا خطايانا اللي احنا ما كناش نستحق، كان علينا احنا حكم موت. نقول إن كنت للآثام راصدا يا رب من يقدر أن يثبت أمامك، لأن من عندك هو المغفرة توكلت نفسي على الرب. احنا بقى اللي بندوق رحمة ربنا كل يوم، وكل يوم نيجي القداس، وكل يوم نصلي ونقول له يا رب عاملنا برحمتك، وهو بيرحم. احنا علينا ان احنا نكون رحماء على الآخرين.
ونصلي كده ونقول دايما في قطع بتاعت الخدمة الثالثة نقول ليس رحمة لمن لم يستعمل ايه؟ لمن يستعمل الرحمة. عشان كده الصيام بتاعنا دايما بيرتبط بطلب الرحمة. نصلي قداسات متأخرة ونصوم كتير في صوم يونان وبعد كده في الصوم الكبير، وتبقى قداساتنا كده فيها خشوع وفيها تضرع، ونصلي ونقول بكلاء صغار شعبك بيطلب الرحمة وبيطلب منك المغفرة. ربنا يدينا ان احنا نكون زي شعب نينوى ده. نفتكر دايما شعب نينوى اللي قدم توبة جميلة وتوبة جماعية. حلو كمان ان هي كانت توبة جماعية، مش واحد تاب والتاني ما تابش، ده كلهم صاموا من كبيرهم لصغيرهم، والملك والكبار والصغيرين الى اخر، كلهم قدموا توبة حلوة ربنا فرح بيها وندم عن الشر اللي كان هيوقعوا بيهم. احنا كمان نقدم في هذا الصوم ال3 أيام دول كده استعدادا للصوم الكبير، نقول له يا رب ادينا احنا المغفرة اهم حاجة، والرحمة من خطايانا اهم حاجة، من اهم من اي حاجة تانية مادية. ربنا يديم كهنوت الاباء المباركين، ابونا جورجيوس ربنا يديله الصحة، وابونا اثناسيوس كل سنة وهو طيب عيد ميلاده النهاردة، وابونا مرقس، ابونا انطونيوس، ابونا موسى، وابونا فرايم، ربنا يديهم الصحة ويبارك في خدمتهم ويديم كهنوتهم ويبارك في حياتكم جميعا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي طفاري يونسف كي خنث نجم بيكي توس اتافهيت كيف شوكم في يوم